حيا الله المتابعين، ورجعنا وياكم فيديو جديد واسباب خسارة برشلونة من ريال مدريد 4-0. خسارة ثقيلة على فريق برشلونة، من زمان ما خاسر هيك خسارة. يعني احنا نعرف مباريات الكلاسيكو تنتهي 4-5-6 لصالح برشلونة، بس هاي المرة انقلبت النتيجة وصارت على برشلونة. شنو الاسباب خسارة برشلونة؟ خسارة برشلونة اولا الغيابات، كريستنسن وديونج اثر غيابهم بشكل كبير على فريق برشلونة. يعني شهدنا الثغرات بالدفاع، يعني هدف كريم بنزيما دفاع ماكو. وين الدفاع؟ الدفاع اللي افضل دفاع بالعالم حاليا وينه؟ غياب كريستنسن خلى هاي الثغرات، وديونج مو طبيعي. ديونج اريد اتهم الاداره شلون رادت تبيع ديونج، ما اعرف يا اخي. والله بوسكت كل شي ماكو، ومغطي على اخطائه هو ديونج. اوفق من كريستنسن حتى لو موجود بمكان الونسو، بس ديونج مو طبيعي، غيابه مو طبيعي عن برشلونه. يعني شهدنا الثغرات، وسط ماكو البارحه، وسط ماكو. وعتبي على تشافي انت وسط ما عندك، المفروض العب بوسكيت وجافي وكيسيه بالوسط. خط الهجوم مثل ما مخلي جافي شبح، اخلي بمكانه انسو فاتي. يا اخي انسو فاتي، فران توريس واحد من عندهم، ومن هناك رافينا. ليش قتلت الوسط؟ وسط ماكو البارحه برشلونه، وسط ماكو. من الاسباب اللي خلى برشلونه يخسر وريال مدريد 4-0 هو الوسط. على كل جماهير برشلونه لا تهتمون ولا تضوجون هاي النتائج، وهواي متعودين عليها ريال مدريد 4-0 و5-0، وهواي فايزين بيها على ريال مدريد احنا. فلذلك احنا جتنا هاي صفحة 4-0. هارد لك فريق برشلونة والقادم افضل، وخلونا لايك ومتابعة. مثل ما قلت لكم جماهير برشلونة لا تضوجون، القادم افضل.